بنو أمية هؤلاء ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسرة من قريش كما ولى بني أمية صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم سؤدد وكانوا أهل حكم، ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولى من بني أمية 5 صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ذلك يقال إنهم شجرة ملعونة. هذا كلام باطل. ما فتح بلاد فارس وبلاد الروم إلا بني أمية، ما أوصل الإسلام إلى الصين إلا بنو أمية. أنا لا أقول بنو أمية وحدهم، لكن في حكمهم حكم بنو أمية قريب من 90 سنة. خلال هذه 90 سنة وصل الإسلام إلى الصين على يد بني أمية، فكيف يعابون بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك قام بنو أمية بفتح الأندلس، عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر من بني أمية فتحوا الأندلس، حكمت الأندلس من قبل المسلمين 800 سنة على يد بني أمية. هؤلاء حاقدون على الإسلام، ولما لم يستطيعوا أن يطعنوا في الإسلام نفسه طعنوا في هذه العائلة الكريمة التي ما صاهر بنو هاشم عائلة كما صاهروا بني أمية. ما في أسرة صاهرت بني هاشم كما صاهرتها بنو أمية أبدا. أكثر بنات بني هاشم تزوجهن بنو أمية. كيف يقال بعد ذلك إنهم شجرة ملعونة؟ هذا لا شك أنه يعني إنسان مصدور في صدره غيظ، لا أقول على بني أمية، أقول على الإسلام. أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا، كانوا ملوكا سرير الشرط تحته، لما كانت طليطلة ولا زهت ببني العباس بغداد.